ويا اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كتير جدا لما بنيجي نشتري النبات بيموت مننا، بس مش بيموت من قلة الاهتمام او قلة الرعاية، هو بيموت علشان النبات مش مناسب لينا. طيب ازاي نختار النبات المناسب لينا؟ في نقطتين مهمين جدا علشان على اساسهم هنختار النبات المناسب لينا. اول حاجة المكان، تاني حاجة قدر التفرغ أو قدر طاقتنا. أولا بالنسبة للمكان، المكان لازم نحدد هنحط النبات ده داخلي ولا خارجي. لو قررنا ان احنا نحط النبات خارجي اللي هو مثلا في البلكونة، لازم نكون عارفين البلكونة اللي احنا نحط فيها دي قبلي ولا بحري. قبلي يعني بيجي عليها الشمس طول اليوم، تقريبا طول اليوم من اول النهار لحد اخر النهار. اما بحري بيجي عليها شمس مدة قصيرة جدا، وباقي اليوم بيبقى اضاءة نهار عالية من غير شمس. فلازم نحدد الاول البلكونة بتاعتنا ايه ومقدار الشمس اللي بيوصل لها ايه، على اساسها هنقدر نحدد نوع النبات اللي هنحطه في البلكونة بتاعتنا. طيب لو احنا عايزين نحط النبات داخلي، لو هنحط النبات داخلي برضو لازم نحدد مقدار الإضاءة اللي بتوصل للبيت عندنا من جوه. هل البيت بيكون فيه إضاءة عالية، شبابيك كتير وكده، فبيبقى فيه إضاءة عالية، فعلى أساس كده هنجيب نبات بيحب الإضاءة العالية. وكمان مقدار التهوية، اللي لو في فتحات تهوية كويسة في البيت برضو هنحدد على أساس الإضاءة والتهوية. لكن لو الإضاءة اللي بتوصل للبيت إلى حد ما قليلة، فهنختار نبات بيتحمل الإضاءة الضعيفة أو المتوسطة، مش هنختار نبات بيحب الإضاءة العالية. ودي كانت اول نقطة اللي هي بالنسبة للمكان. طيب ايه بالنسبة بقى لظروفنا احنا الشخصية او كده، او مقدار تفرغنا؟ يعني احنا مثلا نحدد احنا بنقدر احنا هدفنا من النبات ايه. احنا عايزين بس حاجة لونها اخضر جميلة في البيت يبقى شكلها حلو، ولا احنا عندنا طاقة ان احنا نهتم بالنبات و... ونراعيه بقى في كل احواله، ويبقى عندنا اكتر من نبتة وكده. فده اللي هيحدد. لو احنا ما عندناش طاقة وعايزين حاجة، او ما عندناش وقت كبير عايزين حاجة بس يكون شكلها حلو، فهنختار نبات مش بيحتاج اهتمام عالي، يعني بيتحمل لو احنا نسينا مثلا نسقيه، بيتحمل قلة التسميد. فهنختار نبات على قد ما احنا بنقدر نعتني بالنبات. اما لو احنا عندنا طاقة وبنحب نعتني بالنباتات، فهنجيب النباتات على قد طاقتنا. لكن ما يكونش احنا شايفين ان احنا ما عندناش وقت وما فيش تفرغ كامل، ونروح نجيب نبات حساس ما بيتحملش قلة الاهتمام. ده اهم نقطتين نختار بيهم النباتات: المكان والتفرغ. اما بقى بالنسبة للي ما بيعرفش يمسك نفسه قدام اي نبتة ويشتريها ايا كان ظروفها، فدول للأسف ملهمش علاج. بس كده، اشوفكم مرة تانية، مع السلامة.